ليش اشوف وايد من الناس يكتئبون بعد انتهاء عطلة الصيف وكأن السفر سكر ابوابه وما في سفر بعد كلش؟ راح اعطيك اسباب تخليك تسافر برا عطلة الصيف بعد ما ينتهي هذا الفيديو. السبب الاول هو ارتفاع الاسعار، يمكن توصل لاسعار جنونيه بفتره عطله الصيف، فكل ما زاد الطلب زاد السعر. السبب الثاني هو درجات الحراره العاليه بالصيف، حتى الدول اللي كنا متعودين عليها انه والله درجات الحراره فيها شوي لطيفه بالصيف، الحين صارت حاره جدا، وهذا شيء جديد على العالم. فاذا تجنبت عطله الصيف سواء سافرت قبل الصيف او بعد الصيف، فانت راح تلاقي الاجواء جدا حلوه باغلب دول العالم. السبب الثالث راح تسافر اكثر. اي نعم راح تسافر اكثر، لان اذا انت حطيت مثلا ميزانيه حق الصيف ومثل ما قلنا الاسعار تكون جدا عاليه، فاذا اخذت من هذه الميزانيه وقللت سفرتك بالصيف راح تخلي يعني عده سفرات ممكن تكون عندك بالسنه، فبدل ما تسافر مره بالسنه يمكن تسافر 3 مرات الى 4 مرات. واخيرا نزل تطبيق ويجو الافضل عروض السفر من فنادق وطيران، نزله الحين وخليه يساعدك بسفرتك الجايه.